السلام عليكم طلاب وأبطال تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض الجزء الثاني من الدرس الأول اللي هو بعنوان مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة، والكتاب اللي هنحل منه هو ملخص الامتحان. احنا في الجزء الاول حلينا 40 سؤال وشرحناهم بالتفصيل، وفي الجزء ده ان شاء الله هنحل باقي الاسئله، ويا ريت اللي معاه الملخص يفتحوا معانا واحنا بنحل ويجاوب معانا في التعليقات. عايزين نشوف مين اكتر بطل جاوب صح معانا، ونقول بسم الله ونبدا من السؤال رقم 41. والسؤال رقم 41 ما يقول: كانت شروط صلح الاسكندريه عام 21 هجريه بمثابه عقد للمصريين، حيث تم بمقتضاه نقط. وجايب لك في الاختيارات: ألف إلغاء كافة أنواع الضرائب على المصريين، وب حصول اليهود على امتيازات سياسية، وجيم إسناد الوظائف الكبرى للمصريين، ودال تأكد المصريين من زوال حكم الروم. هي بقى من الاختيارات يعتبر بمثابة عقد للمصريين. الإجابة الصحيحة هتكون معانا دال، وهي تأكد المصريين من زوال حكم الروم، لأنه بمجرد أنه تم عقد صلح الإسكندرية المصريين اتأكدوا انه خلاص زال حكم الروم نهائي عن مصر، لان من شروط صلح الاسكندرية الا يعود الروم لمصر ثانية او يحاولوا استردادها. طيب يلا نشوف السؤال رقم 42. بيقول لك: يستدل من بعض شروط صلح الاسكندرية عام 21 هجرية على نقط. وجايب لك في الاختيارات: ألف ثقة المسلمين في تنفيذ الروم للعهود، وب حرص الروم على الحرية الدينية للأقباط، وجيم استمرار الصراع بين المسلمين والروم، وده الخلافات بين قادة جيش الروم. فلو قلنا ألف فهي ما تنفعش، لأن أصلا المسلمين مش كانوا واثقين في الروم، بدليل إنهم خدوا منهم 150 جندي روماني و50 مدني. طيب لو قلنا به حرص الروم على الحرية الدينية للأقباط، برضو ما تنفعش، ده الروم نفسهم كانوا معيطهدوا الأقباط، بدليل البطريرك بنيامين اللي فضل مستخبي في الصحراء لمدة 13 سنة. طيب لو قلنا جيم استمرار الصراع بين المسلمين والروم، هنقوله فعلا هي دي الإجابة الصحيحة، لأن من بعض شروط صلح الإسكندرية هو أنه يبقى في يد المسلمين 150 جندي روماني و50 مدني، وده إن دل فيدل على استمرار الصراع بين المسلمين والروم. طيب يلا بينا على السؤال رقم 43. بيقول لك: أيا مما يلي يعد أحد نقاط التحول السياسي والديني في تاريخ مصر خلال القرن السابع الميلادي. هي بقى من الاختيارات الموجودة ما يبين ان في تحول سياسي وديني في تاريخ مصر خلال القرن السابع الميلادي. هل هو إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا إلى حاكم مصر، ولا قرار الخليفة عمر بن الخطاب فتح مصر، ولا إصدار عمرو بن العاص بيانا بعد فتح مصر، ولا عقد صلح بين المسلمين والمقوقس أثناء حصاره حصن بابليون؟ هنقولوا له الإجابة رقم جيم: إصدار عمرو بن العاص بيانا بعد فتح الإسكندرية. طيب ليه؟ لأن بعد عقد صلح الإسكندرية أصدر سيدنا عمرو بن العاص بيان أعفى فيه المصريين من كل الضرائب اللي فرضها عليهم الرومان، وكمان أعطاهم الحرية الدينية، فده يبقى تحول سياسي وديني. طيب يلا بينا على السؤال رقم 44. بيقول لك: يستدل من تحليل محتوى العبارة المقابلة عن سياسة حاكم مصر الروماني قبل فتح مصر، وقد قام المسلمون بعد الفتح بمواقف مناقضة لهذه السياسة يعبر عنها نقط. طيب تعال نشوف مكتوبية. بيقول لك: جعل الباحث البريطاني الفليد بيتلر فصلا في كتابه عن فتح مصر بعنوان الاضطهاد الأعظم للمصريين على يد المقوقس. يبقى هنا بيقول لك انه كان في اضطهاد عظيم للمصريين على يد المقوقس حاكم مصر، فبيقول لك ان الكلام ده كان موجود في مصر قبل الفتح الاسلامي، وبعد الفتح الاسلامي حصل العكس تماما. وجايب لك في الاختيارات: ألف مضمون بيان عمرو بن العاص بعد صلح الاسكندرية، وب توحيد كل الضرائب في ضريبة واحدة، وجيم اسقاط الجزية عن كل جنود الروم، ودال الاهتمام بالمشروعات الاقتصادية. لو ركزنا هنا هنلاقي ان الاجابة الصح هي الاجابة ألف مضمون بيان عمرو بن العاص بعد صلح الاسكندرية، اللي امن فيه المصريين على عقائدهم واعراضهم واموالهم واولادهم، وكمان الغى كل انواع الضرائب اللي فرضها الرومان عليهم. طيب تعالوا نشوف السؤال رقم 45. بيقول لك: ظهر سماحة المسلمين الفاتحين في تعاملهم مع المصريين من خلال نقط. هي بقى من الاختيارات الموجودة ظهرت للمصريين سماحة وسلام المسلمين الفاتحين، فبيقول لك: ألف السياسة التي أعلنت بعد فتح الإسكندرية، وب
إعفاء جميع الأقباط من دفع الجزية. وجيم ازدهار مدينة الفسطاط اقتصاديا. ودال نشر الأمن بين المصريين وطرد الرومان. هي بقى الحاجة اللي عملها المسلمين ظهرت سماحتهم في تعاملهم مع المصريين. هنقول له الإجابة هي رقم ألف، السياسة التي أعلنت بعد فتح الإسكندرية اللي لسه قايل لك عليها. طيب يلا بينا على السؤال رقم 46. بيقول لك قال البطريرك بنيامين بعد إتمام الفتح الإسلامي لمصر: لقد وجدت في بلادي أمنا بعد خوف. يدل مضمون المقولة السابقة على نقط. وجايب لك ألف تحسين الحالة الاقتصادية للمصريين، وبه مشاركته في التخلص من حكم الرومان، وجيم سيادة مبدأ التعايش السلمي، ودال مشاركة المصريين في حكم مصر. هو هنا البطريرك بنيامين بيقول لقد وجدت في بلادي أمنا بعد خوف، يعني مصر قبل الفتح الإسلامي ما كانش فيها أمان. فده إن دل يدل عن إيه؟ عن الإجابة رقم جيم، وهي سيادة مبدأ التعايش السلمي. طيب يلا بينا على السؤال رقم 47. بيقول لك توفر عنصر الأمان بقدر كبير لجيش المسلمين أثناء فتح مصر في الطريق الواقع بين نقط. السؤال ده مباشر وواضح، هو يقصد يقول لك ايه هو الطريق اللي خده سيدنا عمرو بن العاص عشان يوفر ليه الأمان. وكاتب لك هنا الطريق الواقع بين الفرمة وبلبيس، ولا بلبيس وأم دينين، ولا أم دينين وحصن بابليون، ولا حصن بابليون والاسكندرية. هنقول له الإجابة رقم ألف، بين الفرمة وبلبيس، لأن بعد فتح الفرمة سيدنا عمرو بن العاص اتخذ طريق الصحراء الشرقية لحد ما وصل لبلبيس. وده لأن العرب هم عندهم خبرة في الحروب الصحراوية أكتر من الحروب الساحلية. طيب يلا بينا على السؤال رقم 48. مع يقول لك ساهمت البيئة التي عاش بها عمرو بن العاص في ضمان وصول جيش المسلمين بأمان إلى مدينة نقط. نفس الكلام اللي قلته لك في السؤال اللي قبله، إن بيئة سيدنا عمرو بن العاص والعرب بشكل عام هي بيئة صحراوية، فكانوا متميزين في الحروب الصحراوية على عكس الروم اللي كانوا متميزين في الحروب الساحلية. فلما سيدنا عمرو بن العاص بعد فتح الفرمة اتخذ طريق الصحراء الشرقية، ده ساعده انه يوصل بأمان هو وجيشه إلى مدينة بلبيس. يبقى الإجابة معانا هي رقم جيم، مدينة بلبيس. طيب تعال نشوف السؤال رقم 49. بيقول لك استفاد المسلمين من تأثير العامل النفسي والمعنوي للبيزنطيين في فتح نقط. هي بقى اللي استخدموا المسلمين كان ليه تأثير في العامل النفسي والمعنوي عند الرومان خلى المسلمين يفتحوا مدينة فيها. هل حصن بابليون، ولا الاسكندرية، ولا أم دينين، ولا الفرمة؟ نقول الإجابة هي رقم ألف، حصن بابليون، لأن المسلمين في حصن بابليون استخدموا العامل النفسي والمعنوي. لما طلع الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه فوق حصن بابليون وبدأ بالتكبير، هنا بقى الروم ظنوا ان المسلمين اقتحموا الحصن وولوا هاربين، فانتهز الفرصة الزبير واصحابه ونزلوا وفتحوا باب الحصن. طيب يلا بينا على السؤال رقم 50. بيقول لك تمثلت ابرز نتائج الفتح الاسلامي لمصر والتي عادت بالنفع المباشر على الشعب المصري في نقط. هي بقى من الاختيارات كان ابرز نتائج الفتح الاسلامي لمصر وعاد بالنفع للشعب المصري. فبيقول لك الف تغيير نمط ادارة الحكم، وب تحقيق السلم المجتمعي، وجيم تقسيم مصر الى 80 قرة، ودال انشاء مدينة الفسطاط. هنقول له الاجابة الصحية به تحقيق السلم المجتمعي، لان تغيير نمط ادارة الحكم ده مش هيفيد المصريين، ولا تقسيم مصر الى 80 قرة، ولا انشاء مدينة الفسطاط. طيب تعال نشوف السؤال رقم 51. بيقول لك ترتب على نجاح المسلمين في فتح مصر إضعاف قوة الروم وزيادة قوة المسلمين في النواحي نقط. هي بقى اللي ضعف عند الروم وزاد عند المسلمين بعد فتح مصر. هل بقى النواحي الدينية والعسكرية، ولا الاقتصادية والعسكرية، ولا الثقافية والسياسية، ولا الاجتماعية والدينية؟ الإجابة الصح معانا هتكون ألف، النواحي الدينية والعسكرية، لأن بعد فتح مصر انتشرت الديانة الإسلامية وقلت الديانة المسيحية اللي هي كان عليها الروم، وزادت قوة المسلمين العسكرية. يبقى الإجابة الصح معانا هتكون ألف، النواحي الدينية والعسكرية. طيب تعال نشوف السؤال رقم 52. مع يقول لك قام عمرو بن العاص ببناء عاصمة جديدة لمصر بدلا من الإسكندرية لتحقيق أهداف نقط. اللي هي بقى سيدنا عمرو بن العاص قام ببناء عاصمة جديدة اللي هي الفسطاط بدلا من الإسكندرية. هي الأهداف اللي هيحققها بعد بناء الفسطاط؟ هل هي أهداف دينية واقتصادية، ولا اقتصادية وثقافية، ولا ثقافية ودينية، ولا عسكرية وسياسية؟
سياسية؟ هنقول له الإجابة رقم د، أهداف عسكرية وسياسية، لأن الإسكندرية عاصمة الروم كانت معقل للرومان، وهتلاقي هناك ناس كتير ميالة للحكم الروماني ده، وغير إن هي كمان عاصمة ساحلية مع الطل على البحر المتوسط، فممكن الروم يهجموا عليهم مرة تاني ويستولوا عليها. طيب يلا بينا على السؤال رقم 53. بيقول لك يرجع السبب الرئيسي في ازدهار مدينة الفسطاط طوال عصر الولاة إلى نقط. إيه بقى هو السبب اللي خلى الفسطاط هي المدينة المزدهرة طول عصر الولاة؟ هل هو تضاؤل مكانة مدينة الإسكندرية، ولا نهضتها العلمية والثقافية، ولا إقامة منشآت عمرانية جديدة بها، ولا وضعها السياسي والإداري؟ هنقول الإجابة هي رقم د، وضعها السياسي والإداري، لأن الفسطاط خلاص بقيت هي العاصمة الجديدة للمسلمين. طيب والسؤال رقم 54 ما يقول ازدهرت العلاقات الاقتصادية بين مصر والحجاز مع بداية عصر الولاة نتيجة نقط، وجيب لك في الاختيارات ألف اهتمام الوالي بإحياء خليج تراجان، وبه بناء مقياسا على النيل والاهتمام بالزراعة، وجيم ازدهار الإسكندرية كمركز للتجارة الخارجية، ودال الاهتمام بالتصنيع الحربي وصناعة السفن. الإجابة الصح هتكون ألف اهتمام الوالي بإحياء خليج تراجان، وهو هنا يقصد لما سيدنا عمرو بن العاص استأذن من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بإعادة حفر خليج تراجان اللي كان بيوصل بين نهر النيل والبحر الأحمر أيام الروم، وبالفعل وافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رأي سيدنا عمرو بن العاص وأمره بحفر خليج تراجان، وسمي بخليج أمير المؤمنين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فبعد حفر خليج تراجان ازدهرت العلاقات الاقتصادية بين مصر والحجاز، لأن ابتدت السفن التجارية تمر عبر الخليج وتوصل لبلاد الحجاز. طيب يلا بينا على السؤال رقم 55. بيقول لك ترتب على حفر خليج أمير المؤمنين زيادة أهمية مدينة الفسطاط نقط. نفس الكلام اللي لسه قايله لك، زادت أهمية مدينة الفسطاط الاقتصادية، لأن خليج أمير المؤمنين أو خليج تراجان قبل الإسلام كان بيمر على مدينة الفسطاط، فده زود أهمية مدينة الفسطاط الاقتصادية. الإجابة به. طيب يلا بينا على السؤال رقم 56. بيقول لك تمثلت أهداف عمرو بن العاص من حفر خليج أمير المؤمنين في نقط. إيه بقى كانت أهداف سيدنا عمرو بن العاص من حفر خليج أمير المؤمنين؟ هل هو ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط؟ لا طبعا، خليج أمير المؤمنين كان بيربط نهر النيل بالبحر الأحمر. طيب توفير الحماية لمصر من جهة الشرق؟ برضو لا. طب استصلاح الأراضي التي يمر بها الخليج؟ برضو مش هو ده كان الهدف. يبقى مش قدامنا غير دال، وهي تسهيل اتصال الفسطاط بالمدينة النبوية، وهي دي الإجابة الصحيحة. هدف سيدنا عمرو بن العاص من حفر خليج أمير المؤمنين إنه يسهل الاتصال بين الفسطاط اللي هي عاصمة مصر الجديدة بالمدينة النبوية مركز الخلافة الإسلامية. طب يلا بينا على السؤال رقم 57. بيقول لك ازدهرت حركة التجارة الخارجية لمصر الإسلامية بعد إعادة حفر خليج تراجان خاصة مع نقط. حركة التجارة الخارجية لمصر بعد الإسلام ازدهرت فين بالضبط بعد حفر خليج تراجان؟ هل في شمال أفريقيا؟ لا، إيه ودانا شمال أفريقيا. طيب بلاد النوبة؟ برضه بلاد النوبة بعيدة عننا. طيب شبه الجزيرة العربية؟ أيوه هي دي الإجابة الصحيحة. ازدهرت حركة التجارة الخارجية لمصر الإسلامية بعد إعادة حفر خليج تراجان خاصة مع شبه الجزيرة العربية. الإجابة رقم ج. أما الدولة البيزنطية فأكيد طبعا لا، هي اللي هيودينا للدولة البيزنطية. طيب تعالوا نشوف السؤال رقم 58. بيقول لك كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص في عام الرمادة يستغيث به لإنقاذ أهل المدينة. لما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرسل إلى سيدنا عمرو بن العاص وطلب منه الاستغاثة والنجدة في عام الرمادة بسبب الجوع والقحط اللي مر على المدينة، فبيقول لك في ضوء مضمون العبارة السابقة جاءت استغاثة الخليفة عمر بن الخطاب بعمرو بن العاص بسبب نقط. إيش معنى بقى الخليفة عمر بن الخطاب استغاث بعمرو بن العاص؟ فده يدل عليها هل ثراء مصر الاقتصادي، ولا الربط بين العرب ومصر، ولا قرب مصر من عاصمة الخلافة، ولا صلة القرابة بين عمرو والخليفة؟ لا، ما كانش في صلة قرابة خالص بين عمرو والخليفة، ولا قرب مصر من عاصمة الخلافة. ده بالعكس مصر بعيدة جدا عن المدينة النبوية مركز الخلافة الإسلامية. طب الربط بين العرب ومصر ده برضه مش سبب. أما السبب القوي هو الإجابة رقم ألف، ثراء مصر الاقتصادي. مصر كانت ثرية جدا اقتصاديا ومزدهرة فيها التجارة والزراعة والصناعة، فهو ده السبب اللي خلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يطلب الاستغاثة والنجدة من عمرو بن العاص. طيب يلا بينا على السؤال رقم 59. ما هيقول لك كان عمرو بن العاص خبير بشؤون الدول المحيطة بالجزيرة العربية، حيث ارتحل إلى عدة بلاد. يعني
يقصد يقول لك ان سيدنا عمرو بن العاص كان عنده خبرة في شؤون الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية، وكان بيرتحل الى اكتر من بلد، وطبعا كان بسبب التجارة، لان سيدنا عمرو بن العاص قبل الاسلام وفتح مصر كان بيشتغل في التجارة، فكان بيروح مصر والشام واليمن والحبشة، الاماكن المحيطة بالجزيرة العربية. فبيقول لك يتضح من مضمون العبارة السابقة ان عمرو بن العاص استفاد من ذلك اثناء فتحه لمصر في نقط. فبيقول لك حصار قوته لحصن بابليون، ولا ترحيب المصريين بالفتح الاسلامي، ولا معرفته بطبيعة مصر الجغرافية والعسكرية، ولا مفاوضاته المتعددة مع الروم في مصر. الإجابة الأقرب هي جيم، معرفته بطبيعة مصر الجغرافية والعسكرية، لأن بسبب تنقله وترحاله في البلاد أكيد طبعا لما جه مصر كان عنده معرفة بطبيعة مصر الجغرافية والعسكرية، شاف موقع مصر الجغرافي وقوتها العسكرية، وده طبعا ساعده في فتح مصر. طيب يلا بينا على السؤال رقم 60. بيقول لك يعد العامل المشترك بين أحوال مصر في عصر الرومان وأحوالها بعد الفتح الإسلامي نقط. هي بقى العامل أو الحاجة المشتركة اللي كانت في مصر في عصر الرومان وحتى بعد الفتح الإسلامي، هل هي معاناة المصريين من الضرائب؟ أكيد طبعا لا، لأنهم كانوا بيعانوا من الضرائب في أيام الرومان، لكن بعد الإسلام تم إلغاء كافة أنواع الضرائب اللي فرضها عليهم الرومان. طيب تحقيق العدالة الاجتماعية؟ برضو لا، أيام الرومان ما كانش في أي عدالة اجتماعية. طيب أهمية مصر الاستراتيجية؟ أيوة صح، مصر موقعها الاستراتيجي كان عامل مشترك في عصر الرومان وبعد الفتح الإسلامي. أما رقم د، اتخاذ الإسكندرية عاصمة للبلاد، فده أصلا ما حصلش، لأن المسلمين لسه قايل لك اتخذوا الفسطاط عاصمة جديدة للبلاد. طيب يلا بينا على السؤال رقم 61. بيقول لك ترتب على فتح المسلمين لمصر التمهيد لتحقيق السيادة على نقط. هل هو تحقيق السيادة على جنوب شرق آسيا، ولا جنوب غرب أوروبا، ولا جنوب غرب أفريقيا، ولا شمال شرق آسيا؟ هنقول الإجابة هي ب، جنوب غرب أوروبا، لأن مصر قريبة من دول جنوب غرب أوروبا، اللي بيفصل بينا بس هو البحر المتوسط، فده كان تمهيد للمسلمين لتحقيق السيادة على جنوب غرب أوروبا. طيب السؤال رقم 62 بيقول ظهر تطبيق المسلمين للمبادئ التي تضمنها النص المقابل من خلال نقط. طيب تعال نشوف ايه المكتوب في النص. بيقول لك أقام الرسول صلى الله عليه وسلم دولته على أسس من العدل والمساواة وعدم التفرقة بين الناس بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الجنس. فأي بقى اللي يدل إن المسلمين فعلا نفذوا الكلام اللي قاله سيدنا محمد؟ هل هو من خلال التشاور في أمر فتح مصر بمؤتمر الجابية، ولا الاعتماد على العرب في تولي شؤون الحكم بمصر، ولا رئاسة عبادة ابن الصامت لوفد التفاوض مع المقوقس، ولا سياسة الأمويين في تعيين الولاة؟ الإجابة الصح معانا هتكون هي جيم، رئاسة عبادة ابن الصامت لوفد التفاوض مع المقوقس. طيب ليه؟ لأن سيدنا عبادة كان شديد السواد، فالمسلمين مش قالوا له علشان انت لونك اسود ما تترأسش الوفد، لا خلوه هو الرئيس والمتحدث الرسمي للمسلمين. حتى لما المقوقس خاف من المنظر بتاعه وطلب ان اي حد مكانه يتفاوض معاه، رد عليه المسلمين وقالوا له ان هذا الاسود افضلنا رأيا وعلما وهو سيدنا والمقدم علينا والينا يرجع امره وقد اختاره الامير دوننا بما امره به. فهنا واضح ان المسلمين مش بيفرقوا بين الدين ولا العرق ولا اللون او الجنس. طيب نخش على السؤال رقم 63. بيقول لك قام عبد العزيز بن مروان بنقل عاصمة مصر من الفسطاط الى حلوان لاسباب نقط. هو ليه عبد العزيز بن مروان نقل اصلا العاصمة من الفسطاط الى حلوان؟ بسبب اصابته بمرض الجذام، فالاطباء نصحوه انه ينقل العاصمة من الفسطاط الى مكان تاني يكون الجو بتاعه حلو، فاختار مدينة حلوان. يبقى سبب نقل العاصمة هي اسباب جغرافية، الاجابة جيم. طيب يلا بينا نخش على السؤال رقم 24. بيقول لك اكتسب عبد العزيز بن مروان مكانه بين الولاء الذين حكموا مصر. في ضوء مضمون العبارة السابقة ترجع المكانة التي احتلها عبد العزيز بن مروان الى نقط. ليه بقى عبد العزيز بن مروان اكتسب هذه المكانة بين الولاة اللي حكموا مصر؟ هل بسبب اتخاذ حلوان مركز ودارا له؟ لا، ده مش سبب علشان يخليه يوصل لهذه المكانة. طيب قرابته من الخليفة؟ برضه مش هو ده السبب. هو اي نعم الخليفة في ذلك الوقت كان ابوه مروان بن الحكم، وجي بعده اخوه عبد الملك بن مروان، بس برضه مش هو ده السبب. طيب طول مدة حكمه لمصر احنا قلنا في الشرح ان هو حكم مصر لمدة 20 سنة، بس برضه ده مش سبب يخليه يكتسب مكانه بين الولاة اللي حكموا مصر. يبقى مش قدامنا غير الاجابة دال، وهي اهتمامه بالاقتصاد والعمران. عبد العزيز بن مروان اهتم باقتصاد مصر وبنى مقياسا لنهر النيل، وكمان قام بتوسيع جامع عمرو بن العاص، ولسه قايل لك بنى مدينة حلوان،
يهتم ببناء القصور. يبقى الإجابة الصح معانا هي دال، اهتمامه بالاقتصاد والعمران. نخش بقى على السؤال رقم 65، بيقول لك يرجع تمتع عبد العزيز بن مروان بشعبية كبيرة كحاكم لمصر خلال عصر الولاة إلى نقط. ليه بقى عبد العزيز بن مروان كان عنده شعبية كبيرة؟ هل بسبب جمعه بين العلم والسياسة، ولا عدله وعلمه، ولا اهتمامه بتعمير حلوان، ولا مهاراته العسكرية؟ الإجابة الصح معانا هتكون هي عدله وعلمه، لأنه هو كان من أعدل وأحسن الولاة في العصر الأموي، فده اللي خلاه يتمتع بشعبية كبيرة. طيب يلا بينا على السؤال رقم 66، بيقول لك أي من أعمال والي مصر عبد العزيز بن مروان التالية تؤكد على عدله؟ هي بقى من الحاجات دي بتأكد إن عبد العزيز بن مروان هو والي عادل. هل بسبب إقامته لقنطرة على خليج أمير المؤمنين، ولا إنشاء مقياسا للنيل، ولا قيامه بتوسيع جامع عمرو بن العاص، ولا تعمير حلوان وإقامة المساجد بها؟ هي بقى من الحاجات دي كلها بتدل إن هو كان والي عادل. لو بصينا هنلاقي إن الإجابة الصح والأقرب هي به، إنشاء مقياسا للنيل. طيب يلا بينا على السؤال رقم 67، بيقول لك تمثل السبب الرئيسي في ظهور العنصر الفارسي وتقلده الوظائف في العصر العباسي الأول في نقط. إيه بقى السبب اللي خلى العنصر الفارسي يظهر ويتقلد الوظائف في العصر العباسي الأول؟ هل هو كفاءته في المجال الإداري، ولا سيطرته على أمور الدولة العباسية، ولا دوره في قيام الدولة العباسية، ولا ضعف هيبة الخلفاء العباسيين؟ ركز هنا، أنا بقول في العصر العباسي الأول. إيه اللي يخلي الفرس يتولوا الوظائف الكبرى؟ أكيد في العصر العباسي الأول ما كانش الخلفاء العباسيين ضعاف، هم ضعفوا في العصر العباسي الثاني. ولو قلنا الإجابة ألف، كفاءتهم في المجال الإداري، فده برضه مش سبب رئيسي، برضه العرب كانوا أكفاء في المجال الإداري. ولو قلنا سيطرتهم على أمور الدولة العباسية، فبرضه في العصر العباسي الأول مش كانوا مسيطرين جدا على أمور الدولة العباسية. يبقى السبب الرئيسي الإجابة رقم جيم، دورها في قيام الدولة العباسية، لأن الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس. طيب يلا بينا على السؤال رقم 68، بيقول لك اختلف ولاة مصر في العصر العباسي عن العصر الأموي في نقط. إيه بقى الاختلاف بين ولاة مصر في العصر العباسي والعصر الأموي؟ هل هو الأصل العرقي، ولا التبعية للخلافة، ولا سلطة الحكم، ولا الانتماء المذهبي؟ لا، الإجابة الصحيحة هتكون هي ألف، الأصل العرقي، لأن في العصر الأموي كانوا بيولوا معظم الوظائف الكبرى للعرب، فكانوا معتزين بعربتهم. أما بقى في العصر العباسي كان العكس تماما، كانوا بيولوا معظم الوظائف الكبرى للعنصر الفارسي والعنصر التركي، علشان الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس. طيب نخش على السؤال رقم 69، بيقول لك تم اتباع نظام إداري في مصر قائم على قصر مدة حكم الوالي خشية الانفراد بحكم البلاد. يتضح من تحليل مضمون العبارة السابقة إنه تم تطبيق تلك السياسة خلال نقط. في أي عصر بقى بالتحديد كانت مدة حكم الوالي قصيرة خشية لانفراد الوالي بحكم مصر؟ هل هو في عصر الخلفاء الراشدين؟ أكيد طبعا لا، في عصر الخلفاء الراشدين الوالي كان بيحكم لفترات طويلة. طب العصر الأموي؟ أكيد طبعا برضو لا، أنا لسه قايل لك إن عبد العزيز بن مروان حكم مصر لمدة 20 عام. طيب العصر العباسي الأول؟ برضو لا، لأن في الوقت ده الخلفاء العباسيين كانوا أقوياء. يبقى ما فيش قدامنا غير العصر العباسي الثاني، وهي دي الإجابة الصحيحة، لأنه في العصر العباسي الثاني ضعف خلفاء الدولة العباسية، فكان يخشى الخليفة إنه يترك والي مصر في الحكم طويلا، لعل وعسى ينفرد بحكم البلاد. طيب يلا بينا على السؤال رقم 70، بيقول لك كانت القرارات الصادرة للحكم في مصر خلال عصر الولاة تخرج بالترتيب من نقط. يقصد يقول لك ايه هو بقى مقر حكم كل خلافة، سواء بقى الخلفاء الراشدين او الخلفاء الامويين او الخلفاء العباسيين، ايه بقى مقر الخلافة بتاعهم بالترتيب. احنا عندنا اول مقر خلافة هي المدينة النبوية، مقر خلافة الخلفاء الراشدين، وتاني مقر خلافة هي الشام، مقر خلافة الدولة الأموية، وثالث مقر هي العراق، مقر خلافة الدولة العباسية. يبقى الإجابة الصح معانا هي جيم، المدينة والشام والعراق. وبكده يا أبطال يبقى خلصنا 70 سؤال من أسئلة الدرس الأول، واللي باقي شوية أسئلة مقالي وابقى جاوب عنهم أنت. ولو أي سؤال وقف معاك اكتبه في الكومنتات وأجاوب لك عليها. فما تنسوش يا أبطال تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم شرح وحل أسئلة كل المنهج إن شاء الله. وأشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.